ليه لازم تبدا صناعه محتوى في 2025؟ لان ده باسيف انكم، وانت بتبني بناء عليه براند، والبراند دي هتساعدك فعلا ان انت تعمل ليفرج للوقت بتاعك، ان انت بتشتغل اقل وفي نفس الوقت بتكسب فلوس على المدى البعيد. وزي ما قلت في الفيديو برضو، دي حاجه بتفيدنا كلنا، ان انا بعمل محتوى والناس بتستفيد من خبرتي، وبالتالي ممكن تشتري المنتجات بتاعتي فانا هكسب فلوس. ولو انت بتعمل محتوى وبتتكلم عن حاجه انا مهتم بيها، فممكن تطلع سيرفيس تكون بيد او ادفع مقابل ليها وهشتري منك وانا شايفها مفيده، زي ما انا بعمل مع كونتنت كريتورز كتيره واشتريت كورسات كتيره اونلاين. دي طريقه من طرق الليفرج. في الحاجه اللي انا جربتها وفاهم فيها، اللي انت تعمل ديجيتال برودكت، بتعمل بي دي اف بوك، او بتعمل كورس اونلاين او ايا كان، وبتبدا ان انت تبيعه لناس كتيره جدا، ولكن انت بتقضي عدد معين من الساعات ان انت تعمله مره واحده. موضوع ان انا بعت الحاجه مره واحده بيديني كم من المال، الكم المال ده بيساعدني ان انا اسافر، او بيساعدني ان انا اشتري وقتي، ان انا اقدر اعمل حاجات انا فعلا بحب اعملها زي موضوع اليوتيوب.